أحداث حكاية النهاردة هتاخدنا وتروح بينا على بلد العجايب الهند. كل مرة بقول لكم القضية دي شبه الأفلام الهندي، بس المرة دي هقول لكم إن القضية دي شبه الأفلام الهندي القديمة جدا. وده لأنه في أفلام كان ممكن جدا الحكاية تتحل فيها في أول 5 دقايق، بس المؤلف عايز يعمل فيلم. وهو ده تقريبا اللي هتشوفه إنه حصل في قضية النهاردة. هي شبه الأفلام، بس كان ممكن تتحل من الأول خالص. أنا مرمر المصري ودي قناة خان المرمر. يلا بينا نبدأ في حكاية النهاردة. فهل أنتم جاهزون يا رفاق؟ أحدث حكاية النهاردة هتاخدنا وتروح بينا على الهند، وتحديدا لأوتار براديش، وتحديدا أكتر لنويدا الكبرى. هناك عايش راجل اسمه راكيش اللي عنده 28 سنة، متزوج وعنده 2 من الأطفال. مراته اسمها رانتيش وولاده الاتنين، الكبيرة عندها 3 سنين والصغير عنده سنة ونص. أسرة تعتبر هادية، عايشين تقريبا في بيت عيلة، يعني مع والده ووالدته أو جنب والده ووالدته وكمان أشقائه الاتنين. في يوم عيد الحب في سنة 2018، 14 فبراير 2018، كان في الليلة السابقة لليوم بتاع 14 فبراير، روح على بيته اتعشى مع مراته وأولاده وأخدهم كلهم ودخلوا على الغرفة وناموا. تاني يوم يقلق من النوم على الساعة 7 الصبح، يتفاجئ إن مراته مش موجودة. يبص عليها في البيت مش موجودة، لا هي ولا الأولاد الاتنين. الأمر كان غريب جدا، وده لأنها ما قالتلوش إنها رايحة في أي حتة، ومفيش ما يستدعي أصلا إنها تنزل في وقت بدري كده. فهيدور عليها ما يلاقيهاش، يروح مكلمها على التليفون ويبدأ يشوف هي فين، لكنه هيتفاجئ إن تليفونها مغلق. هنا هو يبدأ يقلق أكتر، هيتصل بوالده ووالدته، هي جات لكم؟ يقولوا له لأ. يبدأ يتصل بيها تاني، برضه تليفونها مقفول. وهنا لقى إن الساعة بقت 9، يعني هو بقاله ساعتين كاملين مستنيها، لا هي بتيجي ولا بتفتح تليفونها ولا يعرف هي والأولاد فين. وفي الوقت ده هيتصل بأهلها ويسألهم عليها. هيتصل بيهم يحكي لهم كل اللي حصل ويسألهم هل هي كلمتهم، جات لهم، حصل حاجة، يعرفوا حاجة. لكن أهلها هيتفاجئوا ويتخضوا جدا عليها، وده لأنه هي ولا كلمتهم ولا راحت لهم. وهنا أهلها ياخدوا بعضهم فورا ويروحوا على البيت بتاع راكيش ورانتيش، على أساس إن هم يطمنوا على بنتهم. هيفضلوا يدوروا عليها كده مش هيلاقوها. هيقرروا إن هم يروحوا على مركز الشرطة. اللي هيروح على مركز الشرطة هو والد ووالدة الزوجة والزوج وشقيقه. هيبدأوا يروحوا لمركز الشرطة ويعملوا بلاغ مفقودين. والحقيقة إن مركز الشرطة بتاع نويدا الكبرى فعلا هيتحرك على طول في نفس اليوم بالليل. هيبدأوا يدوروا على الأم وأولادها الاتنين، لكن ما لقوش أي طرف خيط يبدأوا من عنده. مفيش أي حاجة، لا في سجل مثلا الهاتف بتاعها ولا في أي حاجة تقول هي فين هي والأولاد. الحقيقة إنه لو دورنا أصلا في الحكاية هنلاقي إن رنتيش لما الشرطة هتبدأ تبحث في الموضوع، لا هي ليها علاقة بحد أو بتكلم حد مثلا فنقول إنها هربت معاه، ما عندهاش مشاكل مع جوزها، مفيش أي سبب يخليها مثلا تهرب من البيت، ومفيش كمان أي دليل يقول هي راحت فين. الشرطة هتبدأ تتكلم مع العيلتين اللي هم عيلة ركيش ورنتيش، لكنهم مش هيوصلوا لأي حاجة خالص. هيبدأوا يدوروا عليهم بكل جدية ولمدة 3 أيام كاملين، لكن لا حِس ولا خبر، ولا هي بترجع هي والأولاد، ولا تليفونها بيتفتح، ولا حد يعرف عنها أي حاجة خالص. وطبعًا كعادة الشرطة في الهند، فهُم بعد ال3 أيام دول هيبدأوا يدوّروا بس بشكل بسيط، يعني مش هيدّوا نفس الأهمية للموضوع تاني، وده كان أمر موتّر جدًا. بدأ كمان مع مرور الوقت إن راكيش وأهله هُم كمان يبطّلوا يدوّروا. وهنا لمّا باقول لكم بطّلوا يدوّروا، بعد ما مَر أسابيع وشهور. ما فيش أي حِس ولا خبر عنها ولا عن الأولاد. تتحول القضية لقضية باردة والشرطة ما بتدورش فيها. من الناحية التانية راكيش بدأ يرجع يعني لشغله ولحياته هو وعيلته، ومفيش أي حد بيدور إلا أهلها بس. في الوقت ده أهل رنتيش هيروحوا للشرطة ويبدأوا يشيروا بأصابع الاتهام لزوجها وعيلته، وإن هم ممكن اللي يكونوا ورا اختفاء بنتهم. الشرطة تسألهم ليه، ما كانش عندهم أي دليل، لكن كل شكهم ما كانش في حد إلا الزوج وعيلته، ولذلك راحوا وقدموا ضده بلاغ. الشرطة تاخد البلاغ فعلا من أهلها وتبدأ تروح على بيت راكيش، تبدأ تتكلم معاه ومع عيلته ويسألوهم، لكن مفيش أي شيء يقول إن العيلة دي تعرف عنهم حاجة. لكن الشرطة لازم تضغط عليهم، لازم توجه أصابع الاتهام للزوج، لعل وعسى يوصلوا لأي حاجة، وخاصة إن دول آخر ناس شافوها قبل ما تختفي هي والأولاد.
ركيش هيكون حزين جدًا في الوقت ده، يعني في الوقت اللي هو صحي ما لقاش لا مراته ولا أولاده ولا يعرف عنّهم حاجة، الشرطة كمان بتتهمه إنه متورط في اختفائها، فده أثّر على نفسيته جدًا. في الوقت ده أهلها كانوا مصرين إن ما فيش حد ورا اختفاء بنتهم إلا هو. يمُر شهر فبراير ويمُر كمان شهر مارس ونوصل لآخر أسبوع من شهر إبريل، في الوقت ده تروح عيلة ركيش للشرطة وتقول لهم إنهم عايزين يبلّغوا عن إن ابنهم من المفقودين، وإن هو اختفى فجأة من البيت وبيدوّروا عليه مش لاقيينه، بيحاولوا يتواصلوا معاه مش عارفين يوصلوا له خالص. وهنا الشرطة بقت في حيرة من أمرها، هُم دلوقتي كانوا بيحققوا في ال3 المختفين من الأسرة اللي هم رنتيش وولادها الاتنين، فجأة المشتبه بيه الأول في القضية هو كمان يختفي وأهله مش عارفين عنه حاجة. لكن الشرطة لمّا هتبدأ تدوّر في الحكاية دي برضه مش هتلاقي أي طرف خيط ولا دليل إيه اللي ممكن يكون حصل. مع إهمال الشرطة في الهند فالموضوع هيتدوّر في كام يوم وخلاص، ونوصل ليوم 26 إبريل 2018 ييجي اتصال للشرطة في قطار باراديش برضه، ولكن في مكان اسمه كاسجان أو في مدينة اسمها كاسجان. المدينة دي على شريط القطر في واحد ماشي فيتفاجئ إن في واحد واقع على شريط القطر، ومن الواضح كده إن هو مشوه بالكامل وفاقد أطرافه كمان أو بمعنى أصح كفوف إيديه. الراجل هيتذاعر ويكلم الشرطة اللي خلال دقايق هتكون في مكان الحادث. أول حاجة هتعملها الشرطة طبعًا إنها هتوقّف الحركة بتاعة القطورات اللي بتعدّي من المكان ده. بعد كده هيتصلوا بفريق من الطب الشرعي، حوالي 4 أو 5 أطباء أو يعني متخصصين في الطب الشرعي، ييجوا علشان يعاينوا الجثمان. الجثمان اللي كان الوش بتاعه شبه مشوه ومحطم تمامًا، أما عن كفوف الإيدين فما كانتش موجودة، والجسم كده ما كانش واضح عليه أي معالم خالص. لكن الشرطة هتلاقي في جيب الضحية أو الشخص اللي حصلت له الحادثة دي هيلاقوا محفظة، والمحفظة دي جواها الهوية بتاعته، ولما يبصوا على الهوية يلاقوا إن اسمه راكيش. هنا الشرطة هتنقل الجثمان على الطب الشرعي علشان التقرير بتاع الطب الشرعي وتبدأ تدوّر كده في المكان، يمكن يكتشفوا أي حاجة. المهم إن النظرية اللي هم هيحطوها في الوقت ده هتكون إنه في الأغلب الأعم إن الشخص ده حصلت له حادثة قطار، وعفوًا يعني القطار دهسه وهو ده سبب التشوه الفظيع اللي موجود في الجثمان، وده اللي هيكتبوه في التقرير الأولي. أما بالنسبة للطب الشرعي فهياخد الجثمان علشان يدوّر على أي معلومة ممكن تفيدهم في التحقيقات. أما بالنسبة للبطاقة اللي لقوها ففيها العنوان وكل التفاصيل. العنوان موجود على نويدا الكبرى. هنا الشرطة تاخد بعضها وتبدأ تتنقل لنويدا الكبرى على البيت بتاع راكيش. لما هيروحوا هيبدأوا إن هم يبلغوا أهله الخبر. أهله هيكونوا في حالة دمار كامل لما يسمعوا الأخبار دي، هم مش عارفين ابنهم فين، وفجأة يعرفوا إن ابنهم مات على شريط القطر. المهم يعني إن أهله هيروحوا مع الشرطة ينتقلوا لكسجان علشان يتأكدوا هل الجثمان ده بتاع ابنهم ولا لأ. طبعًا أحب أفكّر حضراتكم إن الجثمان الوش بتاعه كان مشوّه تمامًا، الإيدين مش موجودة، لكن الأهل هيبدأوا فعلًا يتعرّفوا على ابنهم رغم المشهد المأساوي اللي هم هيشوفوه، والسبب في التعرُّف عليه إن هم هيلاقوا أولًا مواصفات الجسد هي مواصفات جسد ابنهم، الطقم بتاع الهدوم اللي هو لابسه نفس الهدوم اللي شافوا بيها ابنهم آخر مرّة، وبكده خلاص هم أيقنوا إن الجثة اللي قدّامهم دي هي ابنهم. أما بالنسبة للشرطة فهتسلمهم فعلًا الجثمان علشان يقوموا بالمراسم اللي بيعملوها في الهند، واللي هي طبعًا بيحولوهم فيها لرماد. بس قبل ما يعملوا كده هيكونوا أخدوا عينة DNA علشان يتأكدوا هل هو فعلًا الضحية اللي قدامهم دي هي فعلًا راكيش والّا لأ. حتى لو كل حاجة بتقول إنه راكيش لازم يتأكدوا، فهياخدوا فعلًا عينة الDNA ويسلموه لأهله اللي خلال أيام هيقوموا بالمراسم وتنتهي. هيمُر كام يوم ويوصل فعلًا التحليل بتاع الDNA للشرطة بتاعة نويدا، واللي هياخدوه وكعادة الشرطة في الهند هياخدوه وما حدش حتى هيكلّف خاطره إن هو يفتح الملف ده ويبُص التقرير بيقول إيه، وهتتقفل القضية على أساس إنها حادثة قطر، والموضوع ينتهي على كده. حتى رنتيش نفسها والأولاد اللي هم لسه ما لقوهمش مش هيبدأوا يفكّروا ممكن يكونوا راحوا فين ولا أي حاجة. هيقفلوا القضية كده ويسيبوها كقضية باردة يعني مرمية في المخازن وخلاص على كده. أهل راكيش هيبدأوا يفكروا إن ممكن جدًا اللي عمل في ابنهم كده يكون عيلة رنتيش، وهيتوجهوا للشرطة ويقولوا لهم عن شكوكهم دي. الشرطة هتبدأ تسألهم
إيه اللي يخلّيكم تشكّوا إن هم اللي عملوا كده في ابنكم؟ فيقولوا لهم إن هم كانوا بيقولوا إن إحنا اللي ورا اختفاء بنتهم، ممكن جدًا يكونوا هم اللي عملوا في ابننا كده كانتقام على اختفاء بنتهم. وهنا الشرطة تجيب أهل رنتيش وتبدأ تواجههم بالبلاغ ده. العيلتين كده مقدمين بلاغات ضد بعض، لكن عيلة رنتيش ما فيش عليها أي أدلة، وهم كمان هينكروا إن ليهم أي علاقة باختفائه أو بموته أو أي شيء من هذا القبيل. مع مرور الوقت زي ما قلت لكم هتتركن القضية على إنها قضية باردة وخلاص كده. العيلتين هيبدأوا مع مرور الوقت كل عيلة فيهم تعيش حياتها بشكل طبيعي ويرجعوا للروتين اليومي بتاعهم. فين رنتيش وفين الأولاد؟ ما نعرفش. يمُر الوقت على كده، ولمّا باقول لكم يمُر الوقت، أنا مش باقول يمُر يوم ولا 2 ولا شهر ولا 2، اللي فات 3 سنين، يعني إحنا وصلنا ل2021. في ضابط اللقب بتاعه اسمه رُهان عشان اسمه صعب عليّا، فبيقولوا له رُهان. الضابط ده معروف بكفاءته جدًا، لسه منقول جديد للقسم بتاع نويدة. الضابط ده ما فيش قضية مسكها إلا وحلّها، في تاريخه كُلّه هي قضية واحدة بس اللي ما قدرش يحلّها، غير كده ما فيش قضية مسكها إلا وجاب قرار القضية دي، وسمعته كويسة جدًا في كل مكان اشتغل فيه. معروف إن لمّا ضباط بيتنقلوا لقسم جديد يعني، فبيفكّروا إن هم يفتحوا القضايا الباردة أو القضايا اللي ما تمِّش حلّها علشان يبدأوا يبُصّوا فيها لعل وعسى يقدروا يحلّوا القضايا دي، وطبعًا بتبقى حاجة كويسة جدًا في الCV بتاعهم. وفعلًا رُهان عمل كده، بدأ إن هو يمسك الملفات بتاعة القضايا. في ليلة من الليالي رُهان قاعد وبيقرا القضايا اللي لم يتم حلّها، تشدّه القضية بتاعة رنديش وأولادها. طبعًا القضية مرتبطة براكيش كمان، فيفتح الملف بتاع راكيش. لمّا يفتح الملف في ورقة هتُقع في إيده، أول ما هيقرا الورقة دي هيفِز من مكانه ويجري فورًا يركب العربية بتاعة الشرطة ويبدأ إن هو يروح على بيت أهل راكيش. لمّا هيروح هناك هيبدأ يسألهم: هل أنتم متأكدين إن الجثمان اللي أنتم عملتوا عليه المراسم ده جثمان ابنكم فعلًا؟ فهُم هيقولوا له آه. إيه اللي خلّاكم متأكدين إن ده جثمان ابنكم؟ هيقولوا له أول حاجة الهدوم اللي كان لابسها هي دي الهدوم اللي خرج بيها آخر مرّة من البيت. الحاجة التانية الجسم وشكل الجسم واللون وكل حاجة هو ابننا. الحاجة التالتة إن هُم لقوا في جيبه البطاقة والمحفظة بتاعته والمتعلقات اللي بتقول إن هو ركيش. وهنا الضابط هيقول لهم بس الجثة اللي أنتم استلمتوها دي مش جثة راكيش. هنا الأب والأم هيكونوا في حالة من الذهول، اللي هو يعني إيه مش ابننا راكيش؟ هيقول لهم إن التحليل بتاع الDNA بيقول إن الجثمان اللي هم خدوه ده مش راكيش. وهنا رُهان عنده مجموعة من الأسئلة محتاج لها إجابة. لو الجثمان ده مش راكيش، مين الجثمان أو صاحب الجثمان اللي هم لاقوه وسلموه للعيلة؟ دي أول حاجة. الحاجة التانية لو راكيش مش هو اللي مات، فراكيش موجود فين دلوقتي؟ هل عايش والّا ميت؟ ولو عايش أراضيه فين؟ وليه مختفي وليه ما ظهرش؟ رهان هيخرج بسرعة من بيت عيلة راكيش على القسم، يجيب مجموعة من المخبرين، يقول لمجموعة منهم إن هم يرابطوا عند البيت بتاع عيلة راكيش، يراقبوهم ليل نهار لعل وعسى راكيش يظهر. أما باقي المخبرين فهيبدأ ينطورهم كده في أوتار براديش، ويطلب منهم إن هم يبدأوا يدوروا على راكيش. وفعلًا المخبرين هيبدأوا يشتغلوا كام يوم ويتصل بيه مخبر منهم ويقول له إن هو شاكك إنه شايف راكيش في مكان اسمه أريانا. وهنا يبدأ قوة تتنقل فعلًا للمكان اللي هو قال عليه. لكن للأسف الشديد لمّا هيوصلوا هيكتشفوا إنه الراجل اللي هم راحوا عشان يقبضوا عليه ده مش راكيش أصلًا. شوية، يومين 3 كده ويتصل بيه مُخبر تاني، ويقول له إن هو متأكد إنه شاف راكيش. يبدأوا يتحركوا تاني مرّة تانية والمرّة دي على مسافة 93 ميل. أول مرّة راحوا مسافة 67 ميل أو 76 ميل، المرّة دي 93 ميل علشان يروحوا يقبضوا على راكيش، ليكتشفوا للمرّة التانية إن اللي راحوا له ده مش راكيش. وهنا رُهان هيبدأ ينبّه على كل المُخبرين بتوعه، ما حدّش فيكم يتصل ويقول لي إن هو لقى راكيش إلا وهو متأكد 100% إن اللي قدّامه ده فعلًا راكيش. وفعلًا يمُر شوية وقت كمان لحد ما واحد من المُخبرين هيتصل برُهان ويقول له: "أنا متأكد إن أنا شُفت راكيش بس شكله وملامحه متغيّرين شوية، لكن متأكد إن اللي شُفته ده هو راكيش." رُهان هيقول له: "متأكد بنسبة قد إيه؟" وهنا هيرُد عليه ويقول له: "بنسبة 90%." وقتها هياخد قوة وهيبدأ يحط خطة علشان يقبضوا على الشخص ده. لكن المُخبر هيقول له معلومة
وهي إن الراجل اللي هو متأكد إنه ركيش بس ملامحه متغيّرة ده اسمه ديليب كومار ما اسموش ركيش، وكل الناس بتقول له ديليب كومار. وهنا هيحطّوا خطة زي ما قُلت لحضراتكم ويروحوا عند البيت بتاع ديليب كومار ده علشان يقبضوا عليه. وبالفعل في يوم الصبح وهو خارج لشغله يقبضوا عليه، وهنا يبدأ يقول لهم في إيه، فيبدأوا يردوا عليه ويقولوا له جايين نقبض عليك يا ركيش، فيقول لهم بس أنا مش ركيش، يقولوا له لأ أنت، يقول لهم أنا ديليب كومار، يقولوا له لأ، وكانوا متأكدين إن هو ركيش. صحيح إن ملامح وشه متغيرة شوية، لكن هم متأكدين إن اللي تحت إيديهم دلوقتي هو اللي بيدوروا عليه، وياخدوه ويرجعوا بيه على نويدا الكبرى. راكيش كانت ملامحه متغيرة شوية، وده لإنه خضع لبعض العمليات التجميلية البسيطة كده علشان يغيّر ملامحه. وهنا يبدأوا يضغطوا عليه عشان يعترف إن هو فعلًا ركيش وإنه هربان من الشرطة. وهنا بقى ندخل على الفيلم العربي القديم اللي أنا كنت عايزة أحكيه لحضراتكم، ونجيب الحكاية من الأول خالص، من سنة 2012 لمّا هيتقابل هو وزوجته رنتيش عن طريق لقاءات عائلية كده، يبدأوا الاتنين يوافقوا على بعض، العيلتين يباركوا الجوازة ويتجوزوا هُم الاتنين بموافقتهم وموافقة عائلاتهم. وفي الوقت ده هو لمّا تزوّج ما كانش حاسس أبدًا إن هو سعيد مع رنتيش، وما كانش بيفكّر إنه يخلّف منها خالص. في الوقت ده كان عمره 22 سنة، يمُر على جوازهم سنة، يعني نوصل لسنة 2013. في الوقت ده هو كان عايز ينفصل عنها، لكن بضغط من أهله هيكمّل معاها. في 2013 هيبدأ يروح لحفلة، الحفلة دي هيقابل فيها واحدة اسمها روبي، من أول مرّة شافها فيها وهو مُعجب بيها جدًا، فيبدأ يتجاذب معاها أطراف الحديث لحد ما ياخد رقم تليفونها. بعد كده يبدأوا هُم الاتنين يتكلموا مع بعض. في الوقت اللي كانوا فيه أصدقاء وبدأوا يتكلموا مع بعض كنا وصلنا لسنة 2015. في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه ده ولمّا نوصل لسنة 2015 كانوا الاتنين وقعوا في الحب لشوشتهم، وهو كان كتير جدًا بيسيب زوجته وأولاده بالليل ويروح يقضّي الليلة كلها عند روبي دي، وبكده ركيش عايش بضغط من أهله مع زوجته اللي هو مش عايز يعيش معاها. أمّا الحياة التانية السرية ليه فمع حبيبته اللي اسمها روبي. في الوقت ده روبي كانت بتشتغل شرطية في سجان أو في سجان، المهم يعني موجودة برضه في أوتار براديش. المهم يعني إن هي كانت بتشتغل في المكان ده وهو بيروح لها كتير ويتقابلوا زي ما قُلنا، إلى أن نصل لسنة 2016 هو موجود مع زوجته تحت الضغط زي ما قُلنا، وموجود معاها علشان بيحبها، علاقة الحب اللي دايمة ما بينهم من سنة 2013. فجأة تتفاجئ روبي إن مراته حامل للمرّة التانية في ابنه، وهنا يجِن جنونها، وتبدأ تقول له إن هو بيخدعها، وإن هو عليه إنه يختار، يا إما يكون معاها يا إما مع مراته، وفي حالة ما إذا اختار مراته وأولاده فينساها تمامًا ويعتبر إن هي ما دخلتش حياته. في الوقت ده هو كان غرقان الحب لشوشته، طب يعمل إيه؟ عايز يسيب مراته، مراته اللي هتجيب ابنهم التاني، وهو عارف إن أهله مش هيقبلوا بحاجة زي دي، مش عارف يعمل إيه فبدأ يفكر. لحد ما نوصل لسنة 2017. في سنة 2017 كان كل تفكيره بيقول له يعمل إيه علشان يتخلّص من مراته وأولاده وما يبقوش في حياته. شيطانه يدله على حاجة، وهي إنه ينهي حياة مراته وأولاده وبكده يخلى له الجو مع روبي. وفعلًا يفكر إزاي هينفذ الخطة دي. في الوقت ده هو كان بيشتغل في أحد المعامل بتاعة الطب الشرعي، ولذلك فإن هو وروبي عارفين كويس أوي طريقة عمل الشرطة، ولذلك لمّا حط الخطة كان متأكد إن هو مش هينكشف تمامًا. الخطة كالتالي: إن هو هينهي حياة مراته وأولاده، يتخلّص منّهم وبعد كده يقضّي حياته مع روبي. مش هيقدر يتجوّز روبي في الأول علشان أهل رنتيش ساعتها ممكن يتأكدوا من شكّهم فيه. على أي حال نوصل ليوم الواقعة واللي هو الليلة بتاعة 13 فبراير 2018، يقرر إن دي ليلة الخلاص علشان بعد كده يتفرّغ لروبي. في اليوم ده يتعشّى مع زوجته وأولاده ويدخلوا بالفعل كلّهم علشان يناموا. يناموا فعلًا ويقوم هو الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، يبدأ يهجم على زوجته وهي نايمة، إيد ماسكها مكتّفها بيها والإيد التانية بيضغط على رقبتها إلى أن تأكد إنها فارقة الحياة. نفس الحكاية كررها مع ولاده الاتنين، يقوم ويحفر حفرة في أرضية البيت ويبدأ يحط ال3 فيها ويردم عليها مرة تانية، وبعد كده يحط السرير بتاعه ويطلع عليه وينام ويستريح وكأن شيئًا لم يكن.
يقوم الساعة 7:00 ويعمل الفيلم الهندي اللي عمله على أهله وأهلها والشرطة إلى آخره. بعد كده لمّا أهل رنتيش شكّوا فيه وراحوا بلّغوا الشرطة، والشرطة بدأت تسأل وتدوّر وكده، هو قلق وحس إن هو ممكن يتكشف. راكيش قرر إن هو ينفّذ الجزء التاني من الخطة، واللي هي إن هو يزيّف موته وبكده خلاص ما يبقاش مشتبه فيه. طب يعمل كده إزاي؟ يفكّر إن هو محتاج حد يزيّف إن هو مات، أو يعني ياخد الجثمان بتاعه ويمثّل إن ده الجثمان بتاع راكيش. طب يعمل ده إزاي؟ عنده صديق، الصديق ده اسمه راجندرا، يا رب أكون بانطق اسمه صح. المهم يعني إن صديقه ده موجود في ساجان، هيتصل بيه في آخر أسبوع من إبريل اللي هو سنة 2018 ويقول له: أنا بقى لي كتير ما شُفتكش، وأنا نازل عندي شغل يعني وكده، فإيه رأيك نتقابل مع بعض إحنا الاتنين لإنك وحشتني جدًا. فصديقه يقول له طبعًا ويتفقوا إن هم يتقابلوا. يوم 25 يبدأ إن هو يكلم صديقه ويقول له إن هو وصل فعلًا. صديقه يروح ويقابله. الاتفاق على إنهم بما إنهم ما شافوش بعض بقى لهم كتير، إن هم يعملوا حفلة شُرب، يشتروا مشروب كحولي يعني ويقعدوا يشربوه. طب هنشربه فين؟ هنشربه في البيت بتاعنا، يعني في البيت بتاع عيلة راجندرا. لكن هو هيقول له: طب إيه رأيك نروح لمكان هادي كده نقعد نشرب فيه. فين المكان الهادي ده؟ يختار مكان على السكة الحديد أو شريط السكة الحديد. يروحوا هُم الاتنين يشتروا المشروب ويروحوا فعلًا على المكان ده. وهو والكلام على راكيش كان عامل إن الخطة إن يخلّي صديقه يفضل يشرب لحد ما يتعمي ما يبقاش شايف حاجة خالص، وبعد كده ينهي حياته. يبدأ يعمل نَفْسه بيشرب ويسيب صديقه لحد ما يبقاش شايف قدّامه. وقتها يبدأ يخلع الملابس بتاعة صديقه يلبسها ويبدِّل الملابس بتاعته معاه. يعني دلوقتي خلاص راجندرا بقى لابس الملابس بتاعة راكيش وجيب البنطلون فيه البطاقة، وهُم الاتنين نَفْس الجسم ونفس درجة اللون ونفس كل حاجة. فلو الوش والإيدين مش موجودين خلاص كده الحكاية ممكن تتسبك. وده لأنه زي ما قلت لكم راكيش كان بيشتغل في معمل للطب الشرعي، فكان عارف كويس قوي إن لو الوش يعني مهشم وملامحه مش باينة والكفوف بتاعت الإيدين مش موجودة فخلاص كده. وفعلا أول ما صديقه يلبس الهدوم دي يبدأ ياخده عند شريط السكة الحديد، يجيب حجر ويمسك الحجر ده وينزل بيه على وش صديقه لحد ما يهشم وشه وراسه تمامًا. وبعد كده يقطع الإيدين ويتأكد إن صديقه لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد كده يجره على المكان اللي لقوه فيه ويسيبه. تاني يوم 26 يعدي واحد يشوف المشهد ده فيتصل بالشرطة، وحضراتكم عارفين الباقي. ليه باقول لكم إن هو فيلم هندي؟ وده لإن الشرطة لو كانت كلّفت خاطرها وبس فتحت الورقة اللي فيها التقرير بتاع عينة الDNA كانوا حلّوا القضية دي من الأول خالص. لكن عمومًا إحنا بنتكلّم عن الهند فحدث ولا حرج. المهم إن هم لمّا قبضوا عليه وضغطوا عليه حكى لهم الحكاية دي كلّها. بعد ما أنهى حياة صديقه بدأ إن هو يتنقل كل شوية من مكان لمكان، عمل بطاقة مزورة باسم جديد، وبدأ إن هو لمّا اتأكد تمامًا إن الحكاية دخلت على الشرطة وإن المراسم حصلت وإن خلاص القضية اتقفلت، قرر إن هو يروح ويعيش مع حبيبته واللي هي روبي. روبي اللي بالتأكيد كانت عارفة كل حاجة وتسترت عليه، ولذلك هيتم القبض عليها هي كمان. الحاجة التانية اللي الشرطة فكّرت فيها، مش معقول يكون كل ده حصل وأهله ما يكونوش على علم بإن هو قتل زوجته وأولاده. الشرطة بدأت تشُك جدًا في عيلته، هيجيبوهم ليتأكدوا بالضغط عليهم إن الأب والإخوات كانوا فعلًا عارفين إن هو أنهى حياة زوجته وأولاده. وفي الوقت ده طبعًا هيتم القبض عليهم، وده لإنهم مش بس تستروا عليه، دول أخدوا جثمان هم عارفين إنه مش جثمان ابنهم وأقاموا عليه المراسم. ومش بس كده، دول راحوا القسم وقدموا بلاغ ضد أهل رنتيش، يعني هم ابنهم قتلها ودفنها هي وأولادها الاتنين، وهم اللي رايحين يبلغوا عن أهلها وعاوزين يدخلوهم السجن. فلكم أن تتخيلوا حجم خبث الناس دول كان قد إيه. على أي حال الحكاية خلاص اتكشفت. الشرطة وبعد اعترافاته دي هياخدوه ويروحوا بيه لمسرح الجريمة واللي هو البيت بتاع الزوجية. هيبدأ يدلهم على الحفرة اللي كان عاملها ومبلطها بعد كده تحت السرير. فعلا مجموعة من وسائل الإعلام، مجموعة من الكاميرات بتاعة الشرطة، ويروحوا يبدأ يمثل الجريمة، ومن بعد ما يمثل الجريمة يحفروا في المكان اللي قال عليه ويطلعوا فعلا الجسامين التلاتة، واللي هيتأكدوا المرة دي عن طريق الDNA إن الجسامين ال3 دول بيرجعوا لرنتيش وأولادها. وده لإن الجسامين كانت خلاص عظام،
وده لإنه كان مَر على وفاتهم حوالي 3 سنين وشوية. وبكده يكون خلص الفيلم الهندي اللي ولا كان صعب ولا أي حاجة، بس اللي بيلعب دور المؤلف اللي بيمُط في الحكاية دي هو الشرطة. لو كانوا بس شافوا شغلهم لمدة 5 دقايق بإن أول ما جه التقرير الضابط مسكه وبَص فيه، كانت القضية دي انتهت وحقهم رجع من بدري. لكن على أي حال، لإن في ضابط عنده ضمير واللي هو رُهان، واللي بالمناسبة هو اتكرّم أكتر من مرّة في أكتر من مكان، قدر إن هو يحل القضية دي ويرجّع الحق لأصحابه، ويخلّي كمان أهل رنتيش يعرفوا بنتهم مكانها فين ويطمنوا على مستقرها الأخير وياخدوها ويقيموا عليها المراسم إلى آخره. والسؤال لحضراتكم هنا، هل قصة الحب الملتهبة دي كانت تستاهل إن هو يعمل في زوجته وأولاده كده؟ هل الأسهل إنه يقتلهم بدل إنه يصمم ويقف قدّام أهله؟ يعني كان ببساطة مثلًا أهله بيضغطوا عليه، هو كده، كده ساب أهله وراح واختفى، فكان ممكن يسيب لهم البيت ويروح ويعيش مع روبي ويرمي مراته وأولاده وينتهي الموضوع، وهي المسكينة دي تعيش حياتها بقى من أول وجديد وتشوف لنفسها حياة هي كمان. لكن هو قرر إنه بمنتهى الأنانية ينهي حياة أسرة بالكامل عشان يروح يعيش مع حبيبته، حبيبته اللي المفروض إنها شرطية والمفروض إنها أول واحدة تكون حريصة على العدالة. لكن للأسف الشديد الطيور على أشكالها تقع، واللي دفع التمن زوجة ملهاش أي ذنب في أي حاجة خالص، ولا حتى كانت تعرف إن جوزها بيخونها، وطفلين زي الملايكة لسه ما عملوش أي حاجة في الحياة خالص. وبس. لحد هنا تكون خلصت حكاية النهاردة. أتمنى إن سردي يكون عجبكم. لو سردي عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولو شيرتوا الفيديو ده لواحد بس كمان معاكم أكون شاكرة ليكم جدا. كانت معكم مرمر المصري، إلى اللقاء.